مع بداية الدراسة كل أب وكل أم بيبدأوا رحلة المذاكرة مع ولادهم ونفس الأسئلة كل سنة: أذاكر إزاي؟ أضغط ولا أشجع؟ وأهم سؤال: إمتى أعرف إن في مشكلة أكبر من مجرد كسل أو لعب زيادة؟ أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال والمتخصص في أمراض تطور الأطفال، وفي الحلقة دي إن شاء الله هديكم نصايح عملية تساعد أولادكم يذاكروا كويس، وهقول لكم علامات الخطر اللي لو ظهرت لازم تتحركوا فورا وتستشيروا متخصص. يلا بينا نبدأ. مبدئيا ازاي نذاكر لاولادنا بذكاء؟ اول حاجة لازم يبقى فيه تهيئة لبيئة المذاكرة، دي اول حاجة. مكان المذاكرة لازم يكون هادي، يكون فيه اضاءة كويسة، الكتب والادوات كلها جاهزة قبل ما نبدأ، ونسيب كل المشتتات بره الأوضة، الموبايل، التلفزيون، أي لعبة تانية ممكن تشغل الطفل. ما هو لو ولد في آخر الابتدائي مثلا أو في الإعدادي وأهله بيذاكروا معاه في الصالة والتلفزيون شغال، طبيعي التركيز بتاعه يبقى صفر. نمرة 2: تقسيم الوقت. العقل مش بيقدر يركز بنفس المستوى لفترات طويلة، ده للأطفال وللكبار على فكرة. جربوا قاعدة 25-5 اللي هي 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق راحة، وهكذا. نستخدم طرق المذاكرة النشطة، يعني بلاش الحفظ والصم. نجرب حاجات تخلي الطفل بيحفظ وكل حاجة ماشي، بس وهو بيشغل مخه مش صم كده وخلاص. هديكوا أمثلة. أول حاجة التلخيص بإيد الطفل، ده عمليا وعلميا من أحسن الطرق اللي أنا شخصيا كنت بستخدمها سواء وأنا طالب أو مع أولادي. نستعمل خرائط ذهنية. يعني إيه؟ الخريطة الذهنية دي هي طريقة منظمة وبصرية بنستخدمها عشان نذاكر أو نرتب أفكارنا. بدل ما تبقى المعلومة مكتوبة في شكل نقط كتيرة كده ومملة، بنرسم موضوع رئيسي في النص ونوصل منه فروع رئيسية ومنها فروع فرعية تانية، كأنها شجرة أو شبكة يعني بتربط الأفكار ببعضها. الميزة إنها بتخلي المعلومة أوضح وأسهل في الحفظ، وبتخلي الطالب يفتكر بسرعة لأنه بيشوف المعلومة كصورة مش مجرد كلام. لو عندنا درس في العلوم مثلا عن الجهاز الهضمي، نكتب في النص الجهاز الهضمي، نطلع منه فروع رئيسية: الفم، وبعد كده نطلع منه الأسنان واللسان واللعاب، المريء ونطلع منه نقل الطعام، المعدة نطلع منها الهضم مثلا بالإنزيمات والأحماض، بعد كده الأمعاء الدقيقة امتصاص الغذاء، الأمعاء الغليظة امتصاص الماء وتكوين البراز، وهكذا. وبعدها نرسم كل فرع بشكل بسيط مع ألوان ورسومات صغيرة، زي مثلا معدة صغيرة، أسنان، سهم بيودي اتجاه الأكل. لو في درس في اللغة العربية مثلا عن أنواع الكلمة، في النص ممكن نكتب أنواع الكلمة، نطلع منها فروع: اسم اللي هو ممكن يبقى إنسان، مكان، جماد. فرع تاني للفعل: ماضي، مضارع، أمر. فرع تالت للحروف: حروف الجر وحروف العطف، وهكذا. كده أولادكم هيفهموا إن الفكرة مش حفظ جمل طويلة، ولكن ربط المعلومات بشكل بصري وممتع. برضو من طرق المذاكرة النشطة أسئلة ما بعد المذاكرة، بدل ما نعيد القراية تاني. يعني بدل ما الطفل يخلص المذاكرة ويقعد يعيد نفس الصفحة كذا مرة، وده غالبا بيكون ممل ومش بيثبت المعلومة على فكرة، ممكن نسأله أسئلة بسيطة عن اللي لسه مذاكره. الأسئلة دي بتخلي دماغه تشتغل ويسترجع المعلومة، وده بيساعد على تثبيتها أكتر. هديكم مثال: لو الدرس مثلا عن المية في العلوم، ايه هي حالات المية الثلاثة؟ ايه اللي بيخلي المية تتحول من سائل لغاز؟ طب فين بنشوف التبخر في حياتنا اليومية؟ او لو درس في التاريخ مثلا: مين كان قائد الحملة الفرنسية على مصر؟ في سنة كام حصلت الحملة الفرنسية دي؟ ايه النتيجة اللي ترتبت عليها؟ وهكذا. كده بدل القراءة المكررة والمملة، الطفل بيتعود يجاوب من دماغه. ده اولا بيقوي الحفظ والفهم عنده، كمان بيخليكم تعرفوا ايه الحاجات اللي ثبتت في دماغه وايه الحاجات اللي محتاجاه يركز عليها تاني، وده بيوفر وقت ومجهود بدل ما نقعد نعيد كل حاجة تاني من الاول. حاجة مهمة جدا برضو لازم نعملها وهي التشجيع الإيجابي. دي من الحاجات المهمة جدا، إنكم تمدحوا المجهود مش النتيجة بس. يعني تقولي له: أنا فخورة بيك إنك حاولت وحليت الواجب حتى لو النتيجة مش كاملة. كمان من الحاجات اللي بتفرق جدا مع الأطفال، وأنا شخصيا فضلت أعملها لحد ما كنت في الكلية، إن إحنا نحط أهداف قصيرة المدى تشجعهم. يعني بدل ما نقول له اقعد ذاكر ساعتين على بعض، نقسم المذاكرة لأجزاء صغيرة. يعني مثلا نخلص الصفحة دي بعدها ناخد استراحة صغيرة، نخلص الفصل ده وبعدها نلعب لعبة صغيرة أو نشرب عصير، نحل ال10 أسئلة دول بعدها نكمل على الجزء اللي بعده. الطريقة دي بتخلي الطفل بيحس إنه بيحقق نجاحات صغيرة ورا بعض، وده بيرفع حماسه وبيخلي المذاكرة
بقى اسهل واخف. اخيرا ومن الحاجات المهمه جدا جدا واللي كلنا بنغفل عنها، الراحه والنوم والتغذيه. الطفل اللي بينام اقل من 8 ساعات في سن المدرسه تركيزه بيقل جدا، والاكل الصحي بيعمل فرق كبير. وفي حلقتين عن الموضوع ده هحط لكم اللينكات بتاعتهم في الوصف بتاع الحلقه، ما تنسوش تتفرجوا عليهم. طيب امتى بقى دكتور نشك ان في مشكله اكبر؟ في علامات لو ظهرت المذاكره لوحدها مش هتحل، ولازم ساعتها تدخل من متخصص. واحد، لو طبقتي كل اللي قلنا عليه ده ولسه الفهم او الحفظ ضعيف جدا رغم المذاكره المنتظمه. اتنين، لو في تراجع مفاجئ في المستوى الدراسي، يعني ابنك او بنتك كانوا كويسين وفجاه بدا مستواهم يتراجع. 3، صعوبة مستمرة في حاجات معينة، يعني ابنك كويس عموما بس بيعاني في القراية بس، أو في الكتابة بس، أو في الحساب زيادة عن بقية المواد. لو في شرود أو فقدان تركيز واضح في كل المهام، والكلام ده ثابت في البيت، في المدرسة، في النادي، أو حتى أثناء اللعب. نمرة 5، لو في رفض شديد للمذاكرة أو للمدرسة بدون سبب واضح. يعني هديكم مثال، كان عندي بنت في العيادة كانت في ابتدائي، كل ما اهلها يذاكروا معاها بشكل شفوي او حاجات فيها رسومات توضيحيه زي العلوم مثلا كانت بتبقى كويسه، ولكن اول ما تيجي حاجه هي محتاجه تقرا فيها كانت بتعيط وتسيب المذاكره. لما قيمناها بشكل دقيق اكتشفنا ان عندها عسر القراءه او الديسلكسيا، وبعد جلسات تخاطب ودعم مستوى البنت اتغير تماما. طب يا دكتور، وده سؤال مهم جدا وبسمعه كتير في العياده، هل ابني عنده صعوبات تعلم؟ الاول مهم جدا نعرف ان في فرق بين صعوبات التعلم وبين اعاقات التعلم. صعوبات التعلم اللي هي learning difficulty، يعني الطفل ممكن يلاقي نفسه متاخر شويه في القرايه او في الحساب او في الحفظ، لكن ده مش معناه ان عنده مشكله كبيره في قدراته. ممكن يكون السبب ضعف تركيز، قله تدريب، او حتى ظروف البيت والمدرسه. الخبر الحلو بقى ان النوع ده بيتحسن جدا مع المساعده والمتابعه، زي مثلا الحاجات اللي قلنا عليها النهارده. انما اعاقات التعلم اللي هي الليرنينج ديسابيليتي دي حاجه اعمق شويه، مرتبطه بكيفيه عمل المخ نفسه، زي مثلا الديسلكسيا اللي هي عسر القراءه، او الديسكالكوليا اللي هي عسر الحساب. الطفل هنا محتاج دعم متخصص وخطه بتبقى في الاغلب طويله المدى علشان يتعلم بطريقه تناسبه هو. يعني باختصار، مش كل صعوبه في المذاكره معناها ان في اعاقه في التعلم، ولكن دورنا كأهل اننا ناخد بالنا ونطلب المساعدة بدري لو في مشكلة مستمرة. طب يا دكتور، هل ال ADHD ليه دور في صعوبات التعلم؟ ال ADHD او فرط الحركة مش بس حركة زيادة، هو بيأثر على التركيز والتنظيم وانجاز الواجبات الدراسية. يعني لو ابنك دايما بيتشتت، بينسى التعليمات، او مش بيكمل اي مهمة، لازم نفكر في تقييم لل ADHD. ناخد بالنا يا جماعة ان الطفل اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباه ده ممكن يكون ذكي جدا، ولكن دماغه بتشتغل بسرعة وبتجيله أفكار كتير في وقت قصير. ده بيخليه يلاقي صعوبة يركز على فكرة واحدة أو يكملها للآخر. الخلاصة إن مش كل ضعف تحصيل سببه كسل، أحيانا بيبقى فيه مشكلة حقيقية محتاجة تدخل متخصص، والتشخيص المبكر بيفرق في المستقبل كله بتاع الطفل. وما تنسوش تشوفوا كمان حلقاتنا عن صعوبات التعلم وفرط الحركة، هتلاقوا اللينكات تحت في الفيديو إن شاء الله في الوصف بتاع الفيديو علشان تكتمل الصورة عندكم. ولو شايفين إن المعلومات دي مفيدة، شاركوا الحلقة مع أي أب وأي أم، وبالتوفيق إن شاء الله لكل أولادنا في السنة الجديدة. أنا دكتور يوسف، ودي قناة دكتور كيدز. أشوفكم على خير.